القدم. الدعوة فيها سعادة الكابتن خالد حسني. والله يعطيهم الصحة. سي اون فيرتي. اون فيرتي. اوني فير دو توا. وانا والله شو ومحلاها طلتك عليه. طلتوا زيد وانا الحاجة الباهية البردون. ما شاء الله عليك. واش نعمل هكاك هو ناس ديوان، انا مراسل ناس ديوان. خسارة واحد كي معناها رب عليه كنت مش نعمل له هكا. احكي لنا بربي الشوفير. والله الشوفير اللي جابنا خاطر احنا في الرباط من كازا وكذا، باش قال لي انا نتبع فيك من بين وكذا. قلت صافي لونتون. وجيت انا خدمت في المغرب غاديك بوندون اون اني في لي سبيسياليست مي عجب عرب كانال بلوس. دونك هو قال لي راني نسمع في الديوان. بعد طلعت البي تاع بالي قلت اسمع ليه ناس الديوان يسمع فينا. قلت له بعديش هبطت من البيت نجري باش نلقاه باش نعمل له تسجيل ونعطي الاسماء ويعمل جو معاكم. روح كل يوم نجد عليه روح. بون هذوما بعديش مشينا. شو وقت واحد يعرف يحب يتكلم على حاجه يلزم يمشي كيفاش نقولوا للقلب الحاجه. تو استاذ الناس الكل تعرف استاذ ساعه اوتر شوز. هذا استاذ جو مولاي عبد الله في اسمه في بون الرباط فيها 4 في هذا عملوه في 8 اشهر. هذا 8 اشهر هذا عملوه في 8 اشهر. الاستاد الثاني تاع مولاي الحسن عملوه في 8 و9 اشهر. والاستاد الكبير هذا الاستاد الكبير تاع مولاي عبد الله هذا عملوه في عامين. قديش؟ 67,000 متفرج و100 لوج و100 لوج واسمعوا التكنولوجي سامحوني كلمه معناها شو والله بالحق. لا كابتن المغاربه كلهم مغاربه. 10,000 اوفريي باش عملوا في عامين باش تشوف. هني فكرت التبيين هني فما جناح طبي. هذا بيت عمليه. كان الصحفي التونسي خالد حسني داخل المغرب وهو حامل معه صورة بسيطة بزاف، ولكن من أول لحظة هبط في المطار شاف مستوى تنظيم وجودة في المرافق خلاته يوقف مشدوهم يقول في خاطره كيفاش بلاد عربية وإفريقية قادرة توصل لها الدرجة الكبيرة من التطور والحداثة. خرج من المطار وهو مبهور بطريقة خدمة الموظفين، بسرعة الإجراءات وبالديكور العصري اللي محيط بالمكان، وبدأ الانبهار يكبر من ينشد الطريق وسط شوارع منظمة ونظيفة وبنايات حديثة كتدل على رؤية واضحة واستثمار كبير في البنية التحتية. كان خالد كيشوف من شباك السيارة مناظر كتجمع بين جمالية المدن المغربية وبين النظام اللي بان ليه واضح في كل متر، وكان كيقول في باله هادشي ماشي اللي كان سامع عليه، هادشي فاق توقعاته بزاف. منين وصل أول محطة ليه في الرحلة وهي زيارة ملعب كبير من ملاعب المغرب الحديثة، حس براسو كيدخل لعالم آخر، عالم فيه الاحترافية، المعمار المتقون والتقنيات اللي كتسايق أرقى المعايير الدولية. وبقى وقف وسط المدرجات كيشوف المساحات الواسعة والعشب النقي والمرافق اللي تخليك تحس براسك في بلاد سابقة وقتها. قالها بصوت واضح وأنا كنسجل كلامه. قال المغرب صدمتني، الملاعب هنا ماشي غير زوينة، الملاعب هنا عالم آخر. كتشوف التفاصيل كتعرف باللي هاد البلاد مستثمرة بشكل كبير في المجال الرياضي وماشية في طريق واضح وبسرعة غير متوقعة. خرج من الملعب وهو باقي مسخسخ من اللي شاف، ومن بعد توجه لمراكش، المدينة اللي جمعت قدامه زين التراث المغربي مع الحداثة اللي كتخلي السائح يعيش تجربة فريدة بين الألوان والروائح والحركة. وكان كيتمشى وسط الأزقة وهو كيندهش من الرونق ديال المدينة اللي ما عمرها كتنعس واللي كتجذب كل يوم آلاف الزوار. من مراكش مشى للرباط العاصمة، ولما وصلها حس بفرق كبير، حيث الرباط ماشي غير مدينة، الرباط نموذج ديال مدينة حضارية منظمة فيها طرقات واسعة وبنايات إدارية حديثة وحدائق معمولة بدقة وفضاءات عامة كتدل على مستوى عالي من التخطيط. وقال بصراحة هنا حسيت براسي في بلاد أوروبية راقية. شد الطريق من الرباط للدار البيضاء، ولما دخل لكازا حس براسه وسط مدينة كتعيش على إيقاع اقتصادي سريع، مشاريع طالعة، بنايات حديثة وميناء وحركة ناس كيخدموا الليل ونهار. وقال باللي هذه المدينة مثال واضح على القوة الاقتصادية اللي المغرب وصل لها. وبين هذه المدن كاملة كانت المفاجأة الأكبر عند خالد هي الناس. قال المغاربة ناس بقلوب مفتوحة كيستقبلوك بالضحك والترحيب، ما كيبقاوش يتعاملوا معاك كضيف عابر ولكن كواحد منهم. وهو قال بنفسه حسيت براسي وسط عائلتي وماشي وسط ناس ما عرفهمش. جلس في واحد الكافيه في آخر ليلة ليه وبدأ كيجمع أفكار الرحلة ديالو، وقال باللي المغرب ماشي بلد كيحاول يتطور، المغرب وصل للتطور وباقي كيتقدم بسرعة، لأن المشاريع اللي شاف بعينه كتدل على رؤية طويلة المدى ماشي مبنية على الصدفة ولا الشعارات. وفي آخر تصريح ليه قبل ما يرجع قالها بوضوح وبدون مجاملة، المغرب سبق بزاف ديال الدول العربية والإفريقية، والمجال الرياضي هنا كيضرب به المثل، والملاعب اللي شفت ما عمرني شفت بحالها حتى في دول متقدمة،
واللي زاد صدماتي هو التطور اللي شفته في النقل وفي الطرقات وفي نظافة المدن وفي الأمن اللي كيخلي أي سائح يحس براحته.